والآن نذهب إلى موقف اتخاذ القرار. هعرض على حضرتك موقف وحضرتك هتقول لي إيه القرار اللي هتاخده. شباب من الجامعة تجمعوا أمام المكتب وبيهتفوا بهتافات معادية لحضرتك، ويبدو أنهم لن يستجيبوا لصوت العقل. المشكلة يا ريس إن شباب من الإخوان بالجامعة مشتبكين معاهم الآن، ومن خبرتي الأمنية الأمر قد يتطور إلى الأسوأ. يجب إن احنا نخرج حضرتك من هنا فورا. رئيس الجامعة صرخ وقال له لا، خروجك يا ريس دلوقتي يعني إن رجال الحراسة هتتعامل معاهم، وبعد ما تخرج سيادتك الولاد دول ممكن يقتلوا بعض. أنا حاسس بالأوضاع في الجامعة اليومين دول أكتر من أي حد تاني. أرجوك لازم تتكلم معاهم بنفسك، قول لهم أي حاجة. أرجوك يا فندم، أنا عارف إن الموضوع ده مش هيخلص غير كده. مسؤول الأمن قال على الفور حياة سيادتك ممكن تبقى في خطر. أنا مش هسمح بده تحت أي ظرف. سيادة الرئيس، إيه هو تصرفك؟ لن أتردد لحظة واحدة أن أخرج من المكتب إلى الطلاب لأمنع إراقة الدم. دم رئيس الجمهورية ليس أغلى من دم شباب مصر. بشكرك جدا. لن أنتظر، مش هنتظر أبدا إن حد يجيلي، وإن كان الباب مفتوح دائما ليل نهار. أنا مش عايز حراسة. أنا جاوبت لأنه موقف افتراضي. نعم. لكن شباب الإخوان ما يعملوش كده. مين اللي قال لك تعمل كده عشان تمشي من الاخر؟ صلى الله عليه وسلم. الراجل معاه موبايل شهر ونص هنا. انا ماليش دعوه، ما تجوليش وتفرمط لي دماغي. انت تبع مين؟ انا مش تبع حد والله. انا جاي من الظاهر عشان انا همشي وهتتمنى ان انا كنت وقفت معاك. هيقطعوك. اتكلم يا ابن الجزمه. قول له قبل ما يمشي. قول له عشان ما تموتش هنا. قول له عشان ما تموتش هنا. قول له عشان ما تموتش هنا. يا الشيخ تبع مين؟ مين اللي بيقطعك؟ والله ما باخد. امشي امشي انت يا شيخ. امشي يا شيخ. انت بقى شيخ. هيموت. ممكن سؤال تاني انه بيقول لنا كلام انتخابي ثم بعد ذلك لا يفي بالوعد. ما هو دي الحالة الظنية اللي أنا بقول عليها. الحالة الظنية. عشان كده بقول تعالوا نمشي في الطريق الصح، ولما نلاقي مشاكل نبقى نحلها، ولو ما عجبناش لو حنث في وعوده لو لم ينفذ. طب دايما بيتكلموا. اقول لك على حاجه بقى. فالميدان موجود. فالميدان موجود. فالميدان موجود. فالميدان موجود. ايوه انت بتقول لهم الضمان هو الميدان. طبعا. طيب اكبر ضمان لاستمرار تحقيق الاهداف في المستقبل في مصر الجديده هو استمرار ثوره الشعب المصري.